آه، الساعة 11:30 بالليل، زي ما يكون حلم بالنسبة لي. دب 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 على الباب، أنا صحيت مفزوعة. والله لازم زي ما بكلمكم كده، ومتخيلة إن أنا متخيلة إن ده حلم. يعني ما عنديش شك بنسبة 1% إن ده حلم، حياة ربنا. امبارح انا كنت في الشغل، زي ما هو الفيديو اللي نزلته امبارح نفس الوقت اللي انا كنت بصور فيه، هو اللي عملت الفيديو ونزلته في نفس الوقت. فروحت من الشغل حاسه ان انا دراعاتي مش قادره، حتى المجرد ان انا انزلها لتحت كده وانا ماشيه عادي، لا ما مش قادره. يعني دراعاتي وعظمي كله مش قادره. المهم انا قبلها بيوم ما كنتش نمت، كان عندي ارق. زي ما انتوا كده شايفين المطبخ مرتب، هو ايه اللي حصل؟ ده حلم ده ولا ايه؟ انا مش فاهمه. هنا برضو الحمام برضو متنضف زي ما انتوا شايفين كده. المهم عايزه اقول ايه؟ عايزه اقول مين اللي جاني نص الليل وعملت مشكله يعني بالليل كده؟ ده انا كنت تحت، نزلت الصبح النهارده، اللي هو النهارده الى 4، نزلت جبت وركين من الفرخات وجبت ربع كيلو بانيه. تمام. المهم ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا اول حاجه، يا نهار ابيض بنسى الكلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. زي ما بقول لكم كده، انا اليوم اللي هو امبارح انا ما نمتش طول الليل، انا صاحيه نايمه صاحيه. امبارح نمت، ده اول امبارح نمت كويس. لقيت الباب دب دب زي ما اكون بحلم. مين؟ بنتي. ايه يا ماما؟ في إيه يا ماما؟ اتخضيت عليك يا ماما انت؟ قلت لها ايه يا وفاء؟ انت قلت ان انت جايه بكره. يعني كانت قاعده معايا يومين قبل كده عشان انا تعبانه، وقالت لي هفوت يوم ولا اتنين واجيلك. فانت ايه يا وفاء؟ انا كنت جايبه زي ما بقول لكم وركين فراخ، هي كانت سهرانه طول الليل، روقت الشقه وغسلت المطبخ والحمام وبتاع. وزي ما انتوا شفتوا في كده في اول مقطع، لما شويه كراكيب ورميه المخدتين، بتقول لا ارميهم، دي كراكيب ملاش لازمه، ده بيجيب طاقه سلبيه وبتاع. قلت لها يا بنتي لا، خلي المخدتين دولت انا مع السرير ومع المرتبه هديهم لاي حد، بس ربنا يسهل اجيب سرير بمرتبه وهوزعهم. ما قالت لي ماما لهمش لازمه وما اعرفش إيه. ما علينا. المهم سبتها طبعا نايمه ونزلت. وايه اللي حصل؟ اللي حصل زي ما بقول لكم كده، ان هي بنتي جاتني. هنا يا جماعه لو بنسلق فراخ او بنسلق لحمه، طبعا ده للبنات المبتدئين، ما نحطش اللحمه والفراخ في ميه بتغلي، نحطها في ميه بارده خالص من الحنفيه، عشان تطلع الريم اللي بيطلع على الوش يتشال. لكن لو غلينا الماء وحطينا اللحمه مش هيطلع اي ريم، وهتفضل الزفاره او اي حاجه مش كويسه في الفراخ او في اللحمه، وغالبا بيبقى في الفراخ. المهم فبنشيل الحاجات دي، وبعد كده هنجيب طماطمايه نقطعها، وهنجيب بصلايه، ممكن كمان فصين توم، ممكن شويه حبهان، اي بقى حاجات كده منكهه كده، بس بنحطها بعد ما بنشيل الحاجات اللي على الوش. طبعا حفيدتي اهي كانت عندي وعماله تقول لكم ازيكم يا جماعه، عاملين ازاي فنسادي يا كتاكيتي، يا بنتي اسكتي يا بنتي اسكتي. المهم بنتي قالت لي سيبيهم يا ماما، انا هغسل البتاعتين دولت وايه، احطهم لك على النار وهمشي. قلت لها لا، مش عايزاكي تعملي حاجه. قالت لي لا، طب انا ماشيه. طب يا بنتي ليه انت مش كنت تتغدي معايا وامشي؟ قالت لي لا، مش هينفع، انا سايبه الواد في البيت وما ينفعش اسيبه لوحده وكده. المهم زي ما بقول لكم بقى ايه اللي حصل. هي جاتني، طيب انت يا وفاء ما قلتش ليه انت جايه بالليل؟ قالت لي ما انا ما رضيتش اقول لك عشان عارفاكي بتقلقي وبتقعدي تقولي لي يا ماما، تقعدي تقولي لي يا وفاء انت قدامك كتير، انت ايه اللي جابك متاخره وبالزعق وبتعملي؟ فانا قلت اعملها لك مفاجاه. جيت اخبط عليكي لقيتك الباب ما بيفتحش، بحط المفتاح في الباب ما بيفتحش، لان انا اصلا متربسه من جوه، انا بتربس على نفسي من جوه. كلمت جوزها وقالت له الحقني، امي بتخبط عليا ما بتردش. قال لها طب وانا اعمل لك ايه؟ انا في عين شمس اعمل ايه يعني؟ امك ما تردش. قالت له انا خايفه. قال لها طب برضه وانا اعمل ايه؟ المهم زي ما بقول لكم كده، كانت جايبه لي بتاع ده لقاح النحل ده، ولا انا عارفه ايه اللقاح ده، ان انا يعني استعمله كده علشان انا عظمي وجعني وبتاع. فقالت يعني يمكن يكون في فايده لامي، واقعد اروق لها الشقه، اعمل لها اكل، اعمل لها حاجه كده. انا طول الاسبوع ما باكلش غير جبنه وبيض، انا ما بطبخش في البيت، نادرا قوي لما اطبخ في البيت، يعني هعمل كركبه واطبخ لك. اما بالنسبه للفيديو امبارح، في ناس بتقول لي انتي يا نصره وفين بنتك من ده؟ بنتي خارج المنافسه خالص. بنتي دي هي مش بنتي، هي صاحبتي اصلا. انا مخلفه بنتي وانا عمري 20 سنه او 22 سنه او 23 سنه.
الحاجة التانية، الناس اللي بتقولي انت غريبة قوي، يعني انت بتقولي لو رجع بيك الزمن ولا جبت سيرة امك ولا ابوكي. يا جماعة انا وضعي مختلف، انا وضعي مختلف. في ناس بتقولي انت غريبة، لا انا مش غريبة ولا حاجة. انا طبعا اكيد في ناس ما تعرفش حاجة، يعني ما تعرفش اي حاجة. انا في طبعا ناس متابعيني عارفين عني تقريبا كل حاجة بقى، لانهم متابعيني من زمان. انا بقالي 3 سنين ليا قناة. انا يا جماعة من عمري 6 7 سنين ابويا جابني مصر عند واحدة تركية، كانت ست أرملة عايشة لوحدها وجابني عندها. فأنا يعني للأسف للأسف يعني عادي، أنا ولا زعلانة ولا فرحانة ولا بكره ولا بحب، عادي خالص. بل بالعكس أنا واحدة متفائلة، اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين. عارفة إن كل بني آدم ربنا خلقه في الدنيا بياخد نصيبه، بس مش أكتر من كده. لكن أنا طب الطبيعي إن أي أسرة، سواء أي أسرة مصرية أو أي أسرة يعني بتبقى الأب والأم والعيال يقعدوا ويلعبوا وياكلوا مع بعض ويكبروا مع بعض ويشدوا مع بعض ويتخانقوا مع بعض ويستلحوا. يا ساجدة بطوطي صوتك، وكل الكلام ده مع بعض. ولكن أنا ما كانت حياتي تختلف. اتربيت مع ست كبيرة تركية، هي دي اللي كانت حنينة عليا، كانت بتعالجني وكانت بتأكلني وكانت بتشربني وكانت بتعلمني، كانت بتعمل كل حاجة، الله يرحمها ويغفر لها. فلا هي قصة حلال ولا هي قصة حرام، أنا بتكلم أنا إنسانة عادية جدا وأقل من أي بشر على وجه الأرض، عادية خالص. بميل تبع الحنية، أنا بني آدمة بميل تبع الحنية. بمعنى لو انتي اصلا حتى عندك كلب او قطة في البيت وحنينة عليها، بتأكليها وبتشربيها وبتحني عليها، اكيد لو القطة دي ماتت او بعدت عنك او عيت او اي حاجة تتأثري بيها. ف... فانا ممكن ناس اغراب لا يعرفوني ولا اعرفهم ربوني وحنوا عليا، فبالتأكيد ان انا افضل فاكراهم واحبهم وادعي لهم بالرحمة. مش معنى كده بكره امي وابويا، بس انا امي وابويا لا شفت منهم خير ولا شفت منهم شر، زي ما بقول لكم كده. كانت وجهة نظر ابويا مختلفة جدا، ان هو بيحب العيال، بيحب العيال بالنسبة له عزوة. فكان اتجوز 2، جابنا احنا 7 وجاب من امي وجاب من مرات ابويا بعد كده 7. ال7 اللي احنا كنا كبار شوية عن التانيين كانوا بيرضعوا، البعض منهم كانوا بيرضعوا. فقال لك انا هشغل ال7 دول يصرفوا على ال7 اللي لسه بيرضعوا. ده كانت فكرة ابويا وكانت وجهة نظر ابويا، لانه طبعا ما قدرش يصرف على كل الافراد دي كلها. فانا كنت من ضمن اخواتي البنات اللي اتبهدلوا، بس هي دي الحياة بمنتهى البساطة. وما ادراكم، ساعات بتلاقي ناس كويسة. خلي بالكم انا مش بشتكي، انا بحكي واقع والحكاية ومش حتة كمان بحكي، انا برد على بعض الناس اللي بتقولي فين ابوكي وفين امك. يعني انت بتقولي لو الزمن رجع بيا هختار فلانة وعلانة، ولا جبت سيرة بنتك ولا جبت سيرة اهلك. فين اهلك؟ اهلي مش موجودين يا جماعة، اهلي مش موجودين. والله ما بكرههم، والله كمان مرة ما بكرههم، بالعكس انا بدعي لهم بالرحمة والمغفرة، ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لهم ويرحمهم ويرحم جميع ما خلق على وجه الارض ويحسن ختامنا اجمعين. بس انا عادي خالص، ممكن تكون واحدة او 2 او 10 داخلين قناتي ما يعرفوش ما يعرفونيش، ما يعرفوش اي حاجة وبيسألوا بيستفسروا. فانا بس كل الحكاية بوضح. ده حبوب اللقاح اللي بنتي جابتها لي، وزي ما بقول لكم طبعا ربنا يخليها لي، هي اللي نفعاني. طبعا انا تعبانه جد، عكت لي جسمي كله بالمرهم وقرت عليا وقرأت يعني عليا يعني قرأت قرآن عليا وكده وجت نص الليل علشان ما تقوليش ان هي جايه في السكه، وانا كل شويه اتصل بيها اقول لها انت فين يا وفاء، ليه يا وفاء جايه متاخره، ليه يا وفاء مش عارفه ليه ايه. بس طبعا هي كانت داخله مفزوعه ان انا حصل لي حاجه، وبتكلم جوزها بتقول له امي ما بتردش عليا انا خايفه. قال لها طب انا هعمل ايه؟ فده كان ردي على الناس اللي بتقول لي يا نصرة، بس مجرد توضيح مش اكتر ولا اقل. لكن اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين، انا متفائله وبحمد ربنا على كل شيء، بحمد ربنا على اللي انا فيه. لو انا تعبانه او انا في اي حاجه بحمد ربنا على كل حاجه، بحمد ربنا عليكم وعلى حبكم ليا وعلى دعواتكم ليا. ربنا يا رب يدومكم في حياتي نعمه. بس هو ده اللي حصل والله العظيم، لا مزوده ولا منقصه حرف، انا بقول الحقيقه. الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، لا حول ولا قوه الا بالله. يا جماعه وطي صوتكم، في ايه؟ بس هو ده اللي انا حبيت اوضحه ليكم واقوله علشان الناس اللي قالت لي يعني انت ما جبتي سيره بنتك. لا بنتي يا جماعه، هي بنتي مش بنتي، هي بنت عمري، هي تعتبر صاحبتي،
باخد ودي معاها، تقولي ده صح ده غلط، اخد بكلامها ما اخدش بكلامها، هي تفهمني حاجة انا فاهمها حاجة. هو ده والحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر رب العالمين. طبعا زي ما بقول لكم انا كان عندي شغل النهارده، اعتذرت امبارح بالليل ان انا فعلا مش قادره حتى لمجرد انزل دراعي لتحت مش قادره. فبس ربنا يا رب يسترك يا وفاء في الدنيا والاخره، يسترك في الدنيا والاخره، ويكفيك شر المرض ويكفيك شر المستخبي. وربنا يستركم انتوا كمان ويكفيكوا شر المرض ويكفيكوا شر المستخبي. ربنا يحسن ختامنا اجمعين. ربنا يحسن ختام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي الغاليين انا بشكركم جدا جدا. ربنا يستركم في الدنيا والاخره ويساعدكم، يكفينا ويكفيكم شر المرض وشر المستخبي. حبيت بس اوضح الحاجات اللي الناس احيانا بتسالني بتقول لي ازاي مش ازاي ما بتجيبي يعني ما اما بالنسبه لقناه بنتي، قناه بنتي هي موجوده بس هي ما بنتي بتشتغلش عليها. بنتي قالت الشغل على القناه حرام وهي مش مقتنعه بيها، ومسحت كل الفيديوهات اللي بتجمعني بيني وبينها للاسف الشديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.